السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا معايا في جولة في هايبر وان نشوف العروض بتاعت الشهر ده ايه. بس قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة. اول حاجة هبدأ بالمدخل كده. العروض اللي موجودة فيه دي كرتونة مية ب57 جنيه بدل 61 جنيه، مية مصري فيها ازايز 600 ملي. بالنسبة بقى للعصاير، في عصير جهينة بيور، ده موجود كل الأطعمة بتقريبا 50 جنيه. في كمان عصير جهينة العادي، ده مش بيور برضو، ده اللتر بتاعه ب29 جنيه 95 قرش، ما عدا المانجا سعره أغلى شوية ب30 جنيه و95 قرش، تقريبا 31 جنيه، وكل الأنواع موجودة. كمان العصاير بتاعت لامار، انا هبدأ كده بالعصاير بالعروض اللي في المدخل الاول، وبعد كده هقول لكم بقى الحاجات التانية. لامار ب31 جنيه، كل الاطعمة برضو بتاعته ما شاء الله موجودة. بعد كده عصير بشاير برضو موجود بكل الأطعمة بتاعته، وده سعره 23 جنيه و45 قرش، أو 23 جنيه ونص. والعصير دومتي برضو موجود، كل الأطعمة اللي ممكن تتخيلوها في كل العصاير موجودة، ب23 جنيه 95 قرش بدل 26 جنيه 95 قرش. وده كده شكل العلب بتاعته، برضو دي كلها حجم لتر. بعد كده بقى العصير الصغير في الباكت اللي هي 235 ملي في 6 ب تقريبا 45 جنيه، الست قطع مع بعض. ده عصير بيتي اللي كان صغير، وفي كمان عصير بيتي الكبير بتقريبا 27 جنيه، وبرضو موجود كل الأطعمة موجودة منه. الكان بقى بتاعت في كولا دي طبعا طعمها خطير يا جماعة، أقرب حاجة لطعم البيبسي. وكمان في منها بالرمان، وكمان في بالتوت، وكمان في بجوز الهند، ده سعرها 13 جنيه ونص تقريبا، وموجود كل الأطعمة. بالنسبة للنسكافيه، النسكافيه بتاع توب فاليو العبوة اللي هي الكبيرة دي، موجود برضو منه ما شاء الله كميات، ودي حجمها 200 جرام بسعر 185 جنيه تقريبا. كل الحاجات اللي انا هصورها لكم هي حاجات مش مقاطعة. بالنسبة للعسل، ده عسل إديس، ده 750 جرام ومعاه 250 جرام هدية، وسعرهم تقريبا ب144 جنيه. بسكوت نواعم، ده تبع شركة الشمعدان، ده موجود العلبة الكبيرة بتاعته بسعر 54 جنيه 95 قرش بدل 65 جنيه. النوتيلا بتاعت توب فاليو، أو الشوكولاتة القابلة للدهن، الشوكولاتة السبريد ب211 جنيه تقريبا، وموجود برضو منها كميات. بالنسبة للحلاوة، حلاوة الرشيدي الميزان وزن 525 جرام ب68 جنيه 95 قرش. في كمان عسل أبيض اسمه عسل أبيض مرام، ده موجود منه العبوة 950 جرام ب160 جنيه تقريبا. البسكوت الشمعدان اللي هو الشمعدان الأحمر الويفر مع شوكولاتة، ده سعره ب40 جنيه تقريبا، ده سعر العلبة. المربى الفيتراك أنا مش فاكرة هي مقاطعة ولا لأ، ولكن موجودة بكل الأطعمة، المشمش والفراولة والتين. العبوة الكبيرة اللي هي وزنها 850 جرام بتقريبا 60 جنيه. كمان في شوكولاتة سبريد اسمها بونو بونو، ودي طعمها حلو، انا جربتها قبل كده، ودي سعرها 161 جنيه ونص بدل 214 جنيه، وزنها برضو تقريبا كيلو. شاي جديد اسمه ابو زيد، ده وزنه 250 جرام، سعره تقريبا 45 جنيه. البقسماط المطحون بتاع بيكي بيكر، ده 500 جرام ب15 جنيه 75 قرش. وكمان البقسماط اللي هو بتاع بريد واي برضو موجود، وده سعره تقريبا 20 جنيه ونص ل450 جرام. بعد كده هنروح بقى للكاتشب، ده الكاتشب بتاع شيفي، طبعا شيفي شركة مصرية، وعاملين كاتشب كده كميات كبيرة وزنها كيلو، في منه العادي وفي منه الحار ب34 جنيه 75 قرش. طبعا سعره ممتاز، والكمية بتاعته كمان
ممتازة، بيقعد عندك تقريبا الشهر كله، ودي من الحاجات اللي انا مبسوطة منها جدا في الشركات المصرية اللي عملت حاجة كويسة. كمان في منه المستردة ب52 جنيه ونص. بالنسبة للمايونيز، في مايونيز هايبر وان ده 940 جرام ب197 جنيه، والصغير ب52 جنيه 95 قرش. بالنسبة بقى للمايونيز، العبوة الكبيرة بتاعت شيفي هي برضو موجودة وسعرها 81 جنيه وربع، بس الحقيقة طعمها مش أحسن حاجة، ودي من الحاجات اللي أنا جربتها وندمت إن أنا جربتها. يا ريت شركة شيفي تعيد نظر في تصنيعها للمنتج ده. بالنسبة بقى للزيوت، في زيت توب فاليو، ده زيت عليه عرض ب44 جنيه 95 قرش، والعبوة بتاعته 700 ملي. هدخل لكم دلوقتي هقول لكم كل أسعار الزيوت والمكرونات، بس هناخد الأول الحاجات اللي محطوطة في النص. في بقى مكرونة المصرية، في منها كل الأشكال، شعرية وسباجيتي وكل الأشكال. النص كيلو ب14 جنيه 95 قرش. وكمان التاج الملوك عملوا شاي، عاملينه كده في باكت بلاستيك اللي هو مش محتاجة ليه برطمان خالص. ده الربع كيلو تقريبا 55 جنيه. بعد كده شاي العروسة الخرز 250 جرام ب89 جنيه. بالنسبة بقى للشاي الناعم، شاي العروسة الناعم برضو ده سعره 50 جنيه 75 قرش. تعالوا بقى اقول لكم بديل للنسكافيه اسمه بارلي. ده من شركة إيزيس، ده مشروب كده معمول بالشعير، هو طعمه قريب كده للبطاطا المشوية شوية. أنا جربت منه، ده سعره 85 جنيه 95 قرش. ده مشروب يعني بيديكي إحساس النسكافيه، بس هو مفهوش كافيين خالص، زيرو كافيين، وطعمه حلو لو هتستخدموه للأطفال أو للولاد الصغيرين. بالنسبة لزبدة الفول السوداني بتاعة توب فاليو ب79 جنيه 75 قرش، وبرضو موجود منها ما شاء الله كميات. في كمان عرض على صلصة اسمها ماما مينا تقريبا، الصلصة لونها حلو جدا. دي ال 330 جرام بسعرهم تقريبا 35 جنيه. بالنسبة للدقيق، أنا بصور لكم الحاجات الأول اللي عليها عروض في النص، وبعد كده هنروح بقى للأرفف الرئيسية. في دقيق العراف، الكيلو بتاعه ب21 جنيه وربع بدل 23 جنيه ونص، وبرده ما شاء الله موجود منه كميات. بالنسبة كمان للزيوت اللي عليها عروض، في زيت اسمه تبارك، دي عبوة كبيرة تقريبا وزنها لتر كامل، سعرها 79 جنيه 95 قرش، هو زيت خليط. بعد كده السمنة، في سمنة جنة برضو الحاجات اللي عليها عروض، دي اللي هي 700 جرام تقريبا 70 جنيه. بالنسبة بقى لكل الزيوت وكل كل أنواع الزيوت وكل أنواع كمان المكرونات والرز، فدي أنا هعملها لكم في الفيديو اللي جاي، لأن التليفون مش راضي يحمل فيديو كبير. أنا صورت حاجات كتيرة قوي، فاستنوني في الفيديو الجاي هقول لكم كل أنواع الزيوت والعروض عليها، والرز كله والعروض عليه، والمكرونات، وكمان هقول لكم المهرجان بتاع الفسيخ والرنجة والأسعار اللي موجودة في هايبر في المهرجان بتاعه، والمنظفات كمان. هنزل الفيديو على طول، استنوني.